عرف معبر القرقارات الحدودي الرابط بين التراب المغربي والموريتاني استئناف حركة العبور في اتجاه موريتانيا اليوم السبت ابتداء من الساعة 5:30 مساء. وقال مصدر مطلع من عين المكان ضمن تصريح خاص به جريدة إسبريس الإلكترونية إن استئناف الحركة في المعبر نفسه قد شهد مرور 8 شاحنات للنقل الدولي نحو الجانب الموريتاني. ووفق ما ورد من عين المكان فإن معبر القرقارات يتسم حاليا بإجراءات عادية، كما تم فتح الطريق القادمة إليه من التراب الموريتاني. وجدير بالذكر أن السلطات المغربية بعد العملية النوعية التي أقدمت عليها القوات المسلحة الملكية المغربية لإنهاء عرقلة البوليساريو معبر القرقارات أطلقت أوراشا ميدانية لتعبيد الطريق. كما أقدمت القوات المسلحة بعد إبعاد القرقارات عن فوضى البوليساريو على 6 ثغرات أحدثها الانفصاليون بالجدار الرملي العازل زيادة على تمشيط المنطقة بحضور بعثة مينورسو الأممية.